فدخلت الفيسبوك. طبعا هذيك الفترة الأستاذ محمد عبد الله المسمري نزل فيديو عنده، وما زال موجود لحد الآن، وعارف بقضيتي وتدخل في قضيتي. حبيب اللي في أمريكا، حبيب الزريقي، تدخل في قضيتي ومعي مقابلة معه في الفيسبوك. حاولت من جميع الطرقات ان انا اشتي اخرج من الوضع اللي انا فيه. تواصلت مع الاعلامي واتصال شخصي في قناة اليمن اليوم مع الاستاذ فارس الصلايحي، وساعدني جدا انه علشان ان انا اوصل رسالتي. حاولت من جميع الطرق، يئست بأمانة، يئست من الناس، يئست من كل شيء. قلت خلاص أنا بعيش مع الناس هذه، يعتبر أنه مكاني وبيتي لمدة 10 سنوات. يا الله، يعني صار لك خذلان بأمانة، بصراحة صار لك خذلان من بعض الناس. مش خذلان، أو مش أقرب الناس إلي يعني كأننا حشرة مش بشر. ناس يعني حقي عندهم، يعني مجرد ان انا اسوي له رساله يسوي لي حظر. هم في اندونيسيا عندك ولا هم في اليمن؟ عشان منهم كان في اندونيسيا، او منهم كان في ماليزيا. الناس كثير يعني، وبالذات اول ما دخلت البرنامج تيك توك الكل كان يقول بايسوي بايعمل. في ناس يعني بجد يعني كان يدخل يفرحني انه من مجرد كلامه انه خلاص بكره الصباح ان انا بخرج من السجن، يجيب لك امل ان انا بخرج من السجن. حلو. واول ما ينزل من اللايف يعني بدون حتى ما تسوي له رساله او شيء يسوي لك بلوك. يا الله، يعني انت تطلع قدام الناس انا او غيري، تطلع انا تدي بسوي يعني لك وبصنع لك وبفعل يعني لك. تطلع تدي امل لشخص، او انه تعطيه حاجه او تعطيه امل من مجرد علشان الناس يقولوا لك انك كفو، او انك اوكي، او انه انسان كويس، او هذا انسان والنعم فيه. علشان ايش يعني؟ وفي الاول والاخير انت انسان كذاب. يئست في الدرجة فتحت لي حساب، كنت اطلع قستات مع الناس. او انك تضيع وقت. مجرد انه كان تلفون موجود معايا، الشخص الوحيد اللي ما تركني يعني وساعدني ان انا اشتري جوال، او انه وقف معايا، زوجتي الله يحفظها يا رب الى حد الان. ف اما الاشخاص ممكن انه صحيح ناس وقفوا معايا ومستحيل ان انا انسى لهم الفضل داخل البرنامج. منهم يعني ناس معددين بالاصابع، منهم الكاشف الداعم المعروف، منهم ابو حسين، ابو وسام. في ناس وقفت معايا داخل البرنامج مستحيل ان انا انسى اي شيء يعني قدموه لي بجد. اعتقد وفي ناس ان اغلب الناس ما كانت تعرف انك مسجون. اعتقد ان اغلب الناس في التيك توك ما كانوا يعرفوا انك مسجون. انا ما لانه يئست انت، ما عاد تكلمت. يئست يعني يئست. عيسى العماري تكلم في قضيتي وطلعنا ترند. ناس كثير يعني طلعناها ترند. تجي تشوف الناس انهم بيدعموا، او يعني بيروح دعمهم للمشاهير او شيء. يعني انا كنت اخاف ان انا اجي اكلم المشهور هذا او الانسان الداعم هذا انه يعني يستخفني. فانا يئست، قلت خلاص انا بسوي لي حساب يمكن انه اقدر ان انا استفيد في البرنامج او شيء. شفنا محاربات، يعني انا داخل السجن، يعني انا داخل السجن يعني لدرجة ان انا شفت محاربات من اليمنيين اصحابنا، لدرجة ما توقعتهاش بامانة.